السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بعد تداول خبر وفاة صانع المحتوى الجزائري والمدعو عمر الرويجل والمنحدر من ولاية قسنطينة، والذي كان يحظى بمتابعة واسعة من طرف مئات الآلاف من المتابعين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وحسب ما تم تداوله على نطاق واسع، فإن الفقيد فارق الحياة صباح اليوم الأربعاء بعد معاناة مع مشاكل صحية، وسط حالة من الحزن والأسى بين متابعيه وأقاربه ومحبيه. واشتهر الراحل بمقاطع الفيديو والتي كان ينشرها بشكل دوري، حيث عرف بتقديم محتوى ترفيهي متنوع، أين كان يتحدى الجميع بشرب المشروبات الغازية. كما كان يظهر في العديد من الفيديوهات رفقة والدته وهو يرقص، وهو ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل الجزائر وخارجها. وفور انتشار خبر الوفاة، عجت صفحات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مستذكرين اللحظات التي شاركها مع متابعيه طوال سنوات نشاطه على المنصات الرقمية. كما دعا بعض النشطاء إلى ضرورة الإبلاغ عن حساباته الشخصية لأنها تحتوي على الرقص والغناء، معتبرين أن ذلك محرم في ديننا الإسلامي. وفي انتظار أي بيانات أو معلومات رسمية إضافية حول ظروف الوفاة، يبقى الخبر محل متابعة واسعة من طرف الرأي العام والمتابعين، والذين عبروا عن صدمتهم وحزنهم الكبير لفقدان أحد أبرز الوجوه المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.